من غير أي مكونات غريبة وبمكونات كلها موجودة في مطبخك هتعملي كفتة الحاتي الجوسي الحلوة قوي اللي كأنك شويها على الفحم من أولها لآخرها وانتي ما شويتيهاش على الفحم خالص. وكمان الأسئلة اللي جاتلي كتير جاتلي على الشواية، انتي ازاي بتستخدمي الشواية دي؟ لأن أنا عندي شواية أخت الشواية بتاعتك بس أنا ما بعرفش استخدمها ولا أشوي عليها كفتة ولا أشوي عليها لحمة. عاوزة أقول لكم إن أنا باشوي عليها الكفتة وباشوي عليها اللحمة وبتطلع في منتهى الجمال وجوسي جدا كده وطرية ودايبة دوب وطيبة قوي. يلا بينا بقى نصلي على الحبيب أول حاجة ونبدأ في مكونات الكفتة بتاعتنا. هتجيبي نص كيلو من اللحمة المفرومة زي ما انت شايفة، أهم حاجة يكون فيها نسبة من الدهون زي 20% 30% علشان تطلع الكفتة معانا حلوة كده وجوسي. وهتقومي جايبة بصلتين وطماطمية صغيرة، طماطم في الكفتة هقولك بتخلي طعمها تحفة. بعد كده هتجيبيهم يا إما هتبشريهم يا إما هتضربيهم في الكبة، وهتقومي بعد كده يعني منزلة ميتهم أو مصفية ميتهم مش 100%، يعني زي 90% كده تكوني منزلة المية بتاعتهم. وهتقومي بعد كده حاطة التوابل ملح وفلفل اسود وشوية صغيرين من بهارات اللحمة وشوية صغيرين من بصل البودر والثوم البودر. هتعجنيهم كويس بإيدك لحد ما تكون أنسجة زي ما شفتوا كده. أهم بقى خطوة اللي أنا زي ما باقول لِك كأنِك شاوياها على الفحم من أولها لآخرها وأنتِ أصلًا مش شاوياها على الفحم، إنِك تجيبي فحماية وتقومي حاطاها في قلب العجينة بتاعة الكفتة قبل ما تسويها أصلًا، زي ما أنتِ شايفة كده، وهتحطي على الفحماية شوية زيت علشان تطلّع كل الدخانة اللي فيها، وهتغطيها وتكتميها وتسيبيها على جنب لحد الفحماية ما تنطفي خالص. كده خلاص وسبتها برضه في التلاجة تتشمع ربع ساعة كده والفحماية فيها. بعد كده قمت جايبة عصير الطماطم والبصل اللي احنا عملناه مع بعضنا وحطيت عليه شوية زيت وشوية صغيرين خالص من البابريكا وقلبت كل ده مع بعضه. طب هتصبعي الكفتة على ايه؟ مش هقولك مسن بتاع السكاكين ولا هقولك معلقة، حاجة موجودة كلنا في البيت عندنا. عارفين البوتاجاز بتاعنا مش دايما بيجي معاه اللي هي السيخ اللي احنا بنشوي عليه الفراخ؟ هو السيخ ده اللي هعمل عليه هصبع عليه. سهل وموجود في كل بيت وسهل جدا انك تصبعي عليه وكأنه زي السيخ اللي بنشوي بره عند الحاتي، وفي منتهى السهولة ممكن تصبّيه عليه. هتاخدي الكمية بتاعتِك وهتدهني إيدِك الناحية التانية بمَيّة البصل والطماطم والبابريكا والزيت، وهتقومي مصبّعة كده زي ما أنتِ شايفة. أهم حاجة قبل ما تصبّعي لازمًا تدهني السيخ دهنة كده بسيطة علشان الكفتة تطلع معاكِ بكل سهولة. وبجد الكفتة متماسكة جدًا وهاوريكم دلوقتي، يعني بُصّوا أنا مسكت واحدة يمين شمال كده باطوّعها ولا بيحصل لها أي حاجة. طب إزاي بقى بتستخدمي الشواية دي؟ هاقول لكم. هتجيبي الشواية عادي وهتحطي الفيشة في الكهربا عادي جدًا، وهتحطي لها شوية مَيّة تحت وبعد كده هتشغّلي الشواية على درجة حرارة mix، يعني هو موجود mix، كلمة mix كده عندِك. هتقومي مشغّلة التايمر بتاعتِك على درجة mix دي، وهتسيبيها لحد ما تسخن خالص وتحسي إن الشبكة اللي تحت دي احمرِّت زي ما أنتِ ما شايفة كده، وتتأكدي إن الشبكة بتاعتِك سخنت كويس جدًا. أول ما تسخن الشبكة بتاعتِك هتقومي نازلة بقى عليها بالكفتة أو اللحمة أيًا كان أنتِ هتشوي عليها إيه، تدريجيًا واحدة واحدة زي ما أنتِ شايفة. أول ما يبتدي اللون بتاع الكفتة من تحت كده يتغير والكفتة تخطط هتقومي مقلباها على الناحية التانية. زي ما أنتِ شايفة ما فيهاش أي افتكاسات وسهلة جدًا وبسيطة في التعامل معاها. هنا أنا كنت باشوي في البلكونة علشان ريحة الشقة كده ما تتقلبش وتتبهدل، فقُمت شاوية في الفراندا عندي برّه. تبتدي تقلبي واحدة واحدة لحد كلها ما تاخد نفس اللون. وعاوزة اقول لكم ان الشواية دي اصلا بتطلعهم كأنك شوياهم على الفحم بالظبط. يعني بصوا هي اصلا شكلها كان تحفة وريحتها كانت قلبة الدنيا كلها. يعني اخويا جاي من اخر الشارع بيقول لي انا جاي على ريحة الكفتة بتاعتك. والله ده اللي حصل. بعد كده خلاص خلصتها بقى كده قمت مطلعاهم كلهم في طبق وكده. الكفتة بتاعتك جهزت وما فيهاش اي افتكاسات وما فيهاش اي مكونات غريبة. هو يا دوبك اللحمة والبصلتين والطماطمية وشوية البهارات اللي موجودين في أي بيت، وفي الآخر بتاكلي شوية كفتة بجد طعمهم تحفة. يعني انتي لازم تجربي الوصفة دي ان شاء الله وهتعجبك. ده صباع بنتي اللي دايما رايح جاي تقولي مية مية كده انا مش عارفة مالها. عايزة اقول لكم ان الكفتة ما شاء الله اللهم بارك كان طعمها تحفة. انتوا لازم تجربوها من غير اي افتكاسات، ومفيش احسن من الحاجة اللي ما بنحطلهاش ادوات كتير او بهارات كتير، وبجد بتطلع طعمها في منتهى الجمال ولون الكفتة تحفة. وبألف هنا وشفا.